السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة فيديو مختلف، جايبه لكم مشترياتي في جهاز بنوتي. طبعا المشتريات اللي معايا دي من ازاز المطبخ. هجيب لكم احسن ماركة وهقول لك على السعر بتاعها وجايباها منين. تعالوا بينا نسمي الله. واول طقم موجود معايا هو الطقم ده بتاع الشاي. طبعا كتير مننا بيحب يشرب شاي في كوباية صغيرة، والطقم ده هيكون كويس جدا للشاي بكميات قليلة. كمان ممكن نستعمله في القهوة. انا جايبة منه 6. ده كده الخمسينة الشاي، الناس اللي بتحب الخمسينة. او القهوة طبعا في الازاز، لان مش كلنا بنحب نشرب القهوة في الفناجيل اللي هي الصيني. شايفين شكلها جميل جدا. الماركة بتاعتها بلانك ماكس، ودي احسن ماركة ممكن تجيبي منها الكوبايات بتاعتك، سواء للنيش او للمطبخ. السعر بتاعها 135 جنيه. انا جايباها من درب سعادة. نصيحة مني، لو انت تشتري كوبايات بلاش تشتريها من العتبة نفسها او حمام التلات، حاجتهم غالية جدا جدا. لكن درب سعادة، الشارع ده او المكان ده بيكون الحاجة فيه بصراحة سعرها كويس جدا ومعقول، ومفيش محلات بتغلي عليك. تاني طقم معايا المج ده بيكون مربع. في منه السادة بالشكل ده، وفي منه بيكون عليه زي وردة كده منه فيه، بس انا حبيت اجيبه سادة. طبعا ده كده بينفع للشاي بلبن والنسكافيه، وطبعا للشاي او للعصير او للحاجة الساقعة، يعني استعمالاته كتير جدا جدا. ده كده بيتحط في المطبخ تحفة. حتى لو وقعت منك الكوباية بصراحة ما بتتكسرش زي اي كوباية. وعايزة اقول لك نصيحة في بداية الفيديو: لو هتجيبي كوبايات لعروستك او لبنتك او حتى لو ليكي، بلاش تجيبي الكوبايه اللي من غير ايد. لازم يعني تكون لها ايد كده، علشان الحاجه اللي من غير ايد بتبقى استخدامها قليل جدا، بتسخن. فعشان تبقى عمليه والحاجه كلها غاليه، فهاتي الحاجه طبعا اللي تكون عمليه معاكي. ده كده تاني طقم. الطقم ده او تاني مج، ده مربع زي ما قلت لك، للشاي باللبن والنسكافيه وللعصير ولكل حاجه. تاني بقى تالت كرتونه معايا. الطقم اللي فات ده، المجات المربعة دي برضو سعرها 135 جنيه. هناك كل كرتونة ممكن يبقى لها سعر، هتشوفوا دلوقتي معايا. طيب ده كده شايفين ده برضو للنسكافيه. زي ما جبنا للشاي الكوبايات الصغيرة شوية للخمسينة، في ناس برضو بتحب النسكافيه تكون كوبايات قليلة شوية. هنا انا جبت النوعين، انا جبت الكوباية الكبيرة زي ما انتم شايفين كده، وجبت الكوبايه الصغيره بتاعه النسكافيه. دي للنسكافيه بتبقى تحفه جدا جدا. انا بحاول اقرب لكم الكوبايه علشان تشوفوا يعني شكلها عامل ازاي. لو عجبكم حاجه خدوها سكرين، وهتلاقوا كل الاشكال دي في كل المحلات هناك في درب سعاده. انا هنا كنت بقارن لكم كده بين حجم الكوبايتين اهو. برضو دي فيها 6. كل الحاجات اللي معايا هتبقى بلانك ماكس. دي 6 برضو اهي، زي ما انتم شايفين جميلة جدا جدا. يبقى انا كده جبت الحجم الصغير من النسكافيه، وجبت الحجم الكبير اللي هو المج العادي. كده انتوا عرفتوا الفرق معايا. طبعا الكرتونة التالتة دي برضو سعرها 135 جنيه. لو لقيتيها اقل من كده هتعرفي ان هي درجة تانية او مغشوشة. تعالوا بقى نشوف كوبايات الشاي. المجات بتاعت الشاي كله يا جماعة انا جايبة بايد، اوعي تجيبي حاجة من غير ايد زي ما قلت لك. دي كده ده المج بتاع الشاي. طبعا مج الشاي ده المفروض يجي منه 12. تمام. انا جبت 12، بس جبته شكلين، لان انا هنا بنوتي قالت لي لا انا مش عاوزه 12 شبه بعض، قليل جدا يعني لما هيجيلك عدد 12. فعشان ما تزهقش فانا جبت لها شكلين، جبت لها ال 12 بس يعني ايه الشكل مختلف. ده كده اول شكل، في مثلثات من تحت كده. وقبل ما تشتري الكوبايه امسكيها وجربي الماسكه بتاعتها، لان في كوبايات هتلاقي الماسكه بتاعتها مش مريحاك، او هتلاقي الماسكه بتاعتها بتدخلي صباع واحد كده بتمسكها بصباع واحد. اليد لما بتكون كبيره شويه بتبقى حلوه، وبتتحكمي في ماسكه الكوبايه، عشان طبعا احنا بنقدم فيها حاجات سخنه. ده تاني شكل، وده بقى انا جبته على ذوق. يعني هي جابت الذوق الشكل الاولاني، المج الاولاني، وانا جبت التاني دوت
على ذوقي انا. طبعا الاتنين دول كده للشاي، شكلهم يعني ما يختلفش عن بعض، الاتنين يعني واخدين نفس الشكل، بس يعني في حاجة بسيطة مختلفة، وهي كانت حابة ده، ان مش كل حاجة تكون شبه بعضها. ده كده ده المج اللي هي اختارته بتاع الشاي اهو، زي ما انتم شايفين كده. مختلف شوية عن التاني، بس الاتنين يتقدموا على بعض في صينية واحدة، مفيش اي مشكلة. ده في حالة ان لو عندك 12، 12 يعني حد يعني هتقدمي ال 12 على بعض يعني في صينية، وده طبعا بيبقى قليل جدا جدا. فعلشان يبقى في كده اختلاف وما تزهقش، ف يعني عملنا كده فرق في الشكلين. كده يبقى انا جبت دلوقتي 12 كوباية شاي، وجبت 12 كوباية نسكافيه، 12 مج نسكافيه. كوباية الشاي انا جبت 12 من الحجم العادي، المج العادي، وجبت 6 من الخمسينة او الكوباية الصغيرة. والنسكافيه خليكي معايا بس، هاتي ورقه وقلم كده لو انت عندك عروسه وعاوزه تعرفي الاعداد المناسبه، علشان ما تجيبيش حاجات كتير، الحاجه غاليه مولعه. وده كده الطقم التاني اللي انا بقول لكم عليه بتاع الشاي، اللي انا جبته بقى على ذوقي انا. زي ما قلت لكم كده، جبنا 12 من كوبايات الشاي، مج الشاي العادي، وستة من الخمسينة بتاعة الشاي، وكمان جبت 12 من المج بتاع القهوة، الكبير والأقل منه شوية. مش كل الناس يا جماعة بتحب تشرب في كوبايات كبيرة، في ناس تحب تشرب كده النسكافيه والشاي في كوبايات صغيرة. طيب هنا كده طبعا ده كده ده برضو 6. ده دول ال6 اللي انا بقى جايبهم على ذوقي انا للشاي، حلوين قوي قوي وسيمبل كده وجمال. يبقى كده معانا 12 للشاي. تمام. طبعا معايا طبعا اللي هو المج بتاع اللاتيه، مش هينفع تستغني عنه، لازم تجيبيه في كل جهاز، في يعني لاي عروسه لازم يجي. هنا كده كده ال 12 شاي و12 نسكافيه. خلاص كده وريته لكم، ودول الستة بتوع الخمسينة بتاعت الشاي، وزي ما قلت لك هتستعمليهم كمان للقهوة. الحاجات دي بقى كده شفناها، تعالوا نشوف بقى الجزء التاني. ودي كوبايات او كاسات اللاتيه، بيكونوا 2 في كرتونة، يعني كل كوبايتين كده بيبقوا في كرتونة لوحدهم. بصوا يا جماعة، انا جايبة الستة، يعني جايبة 3 كراتين من الشكل ده، زي ما انتم شايفين كده. الكوباية دي يعني هتلاقيها في كل مطبخ عروسة، ما ينفعش تستغنى عنها. ليه؟ حلوة قوي قوي في الحلويات الباردة، في حتى لو حلويات سخنة، في المشروبات الساقعة، في المشروبات السخنة، في اللاتيه، في كل المشروبات وكل الحلويات الباردة. ممكن تعملي فيها كنافة بالمانجا، كنافة بالقشطة، اللي هي بتبقى طبقات دي. ممكن تعملي فيها اللي هو موس الشوكولاتة، موس الفانيليا، كل كل حاجات الحلويات انت ممكن تقدميها في الكوبايه دي، جميله جدا. الماركه بتاعتها زي ما قلت لك برضو بلانك ماكس، وكل المنتجات النهارده معايا بلانك ماكس، معايا ده حاجتين هوريهولكوا الاخر. دول 2 في كرتونه، انا جايبه 3 كراتين، الستة كانوا ب200 وحاجه، تقريبا كانوا ب220 جنيه الستة منهم. طبعا وانت بتشتري الكوبايات لازم كل كوباية تمسكيها كده من فوق ومن تحت، علشان تشوفي لو فيها كسر، فيها خدش، فيها حاجة طايرة من هنا، او فيها زوايد من الازاز. لازم تمسكيها تفضي كل كرتونة. انا كل كرتونة قبل ما اشتريها فضيتها، وبقيت امشي بايدي كده على بوز الكوباية كده، وعلى اليد بتاعتها، علشان اتاكد ان ما فيهاش اي غلطة وما فيهاش اي زوايد. وبصراحة النوع ده من الازاز ما فيهوش زوايد خالص، وصافي جدا جدا، وفي نفس الوقت يعني سعره معقول، يعني مش اوفر قوي يعني، سعره على قد الايد. هنا كده انا لسه ما جبتش ولا كوبايه من غير يد، بجد بجد مش هجيب. يعني انا لو هزود حاجه هزودها برضو تكون بيد. دور كده تالت كرتونه، علشان يبقوا كده 6 مجات معانا. في منها بتبقى انواع كده مصري، بتكون مش رايقه بصراحه، يعني بنصحك ما تجيبيش منها. هاتي الحاجه بتاعتك، يعني هاتي الحاجات الضروريه، بس هاتيها تكون براند كويس،
علشان يبقى شكلها كويس مع استعمالها كمان ما تتكسرش بسرعة. هتقولي لي طب كل الازاز بيتكسر؟ تمام، بس في ازاز ما بيطقش بسرعة من الحاجات السخنة. حتى ممكن لو وقع منك على السجادة ولا حاجة بتلاقيه ايه يعني ماسك نفسه ما بيتكسرش، غير لما تكون كوباية رخيصة، يعني لو جت على جنبها على الرخامة كده بتتكسر. هنا بقى البونبونيرة برضو بلانك ماكس، عجبني قوي صفاء ونقاء الازاز بتاعها، فجبتها. هجيب كمان واحدة ان شاء الله تبقى يعني اللي هو بيبقى طقم مع بعضه، شيالة الكحك مع مع طبق الفاكهة والحاجات دي. هجيب حاجات تكون شبيهة لبعض. انا عندي 2 ريسبشن، فطبعا لازم هحط واحدة في الريسبشن الاولاني، وهجيب واحدة تانية طبعا اللي هتكون بقى الطب شبه طبق الفاكهة، وهجيب واحدة غالية جدا يعني للريسبشن. طبعا انت ممكن تحطي دي في اي مكان تحفة، بس يعني لو عندك امكانيات تمام، ما عندكيش امكانيات، في نوع طالع ليه كده قاعده وكده، فانا نفسي اجيب لها واحده منها، فهشوف كده الدنيا معايا هتبقى عامله ايه. بس عامه دي تحفه جدا، ب150 جنيه البونبونيره دي. السكريه، سكريه يعني عارفين مسكره كده، حاجه كده يعني عامله زي البونبونيه، شايفين عامله ازاي؟ السكريه طعمه صغنطوطة جميلة معتدلة قوي، ازازها جميل جدا جدا برضو. دي ب35 جنيه. يا جماعة انا بكلمكم على الاسعار دلوقتي. يعني بصوا انا جايبه الحاجات دي من حوالي شهر، بس بتهيألي يعني الاسعار لسه زي ما هي، ما زادتش. ب35 جنيه اهي، مع اني في الوقت ده كنت سائلة على طقم كاسات كان ب140. بصراحة رحت جبته من يومين كان ب300 بصراحة يعني، فمش عارفة ممكن تكون الحاجة سعرها زاد شوية، الله أعلم. طبعا كده خلصنا المنتجات بلانك ماكس. هنيجي بقى، عارفين الحاجات المفرقعة اللي بتيجي على النت والبنات بتحبها؟ هي دي بقى. انا جايبه 3 كراتين هوريكم شكلها عامل ازاي. شايفين حتى بتكون بتتقدم في الكوبايات دي، بيقدموها في الفنادق وفي الكافيهات دلوقتي، فيها العصاير والمشروبات الساقعه دي. كده العصير البرتقال الشكل ده مشهور بعصير البرتقال، حلو قوي قوي. شايفين؟ وكمان السعر بتاعها هادي كده ومش غاليه، يعني دي ب100 جنيه، 6 ب100 جنيه. وطبعا حسب نقاء الازاز، يعني ممكن تلاقي يعني سعر اقل من كده، بس الازاز بتاعها بيبقى فيه كده هوا وفقاعات وما بيكونش حلو. انا حاولت ان انا اجيب احسن شركة موجودة، فبصراحة تحفة. دول 6 زي ما قلت لك كده ب100 جنيه. بيكون ازازة خفيف شوية وكده، بس دي للحاجات بقى يعني المطرقعة اللي البنات ما بتستغناش عنها، وكل البنات دلوقتي عاوزين المنتج ده، يعني دايما متشعلقين في الاشكال دي. ده تاني شكل معايا اهو، ده اللي هو بتاع الفراولة، مشهور برضو على مشهور كده يعني في الكافيهات ان هو بتاع فراولة، بتحط فيه فراولة، يعني شكله تحفة. اللي فات ده بتاع البرتقال، ده بتاع الفراولة. وطبعا ممكن تحطي اي حاجة انت عاوزاها، بس هو اتشهر باللون الاحمر ان هو بيتحط فيه الفراولة، جميل جدا جدا. برضو ده سعره يعني عارفين انتوا ايه، حسب المكان اللي بتجيبيه منه. هتلاقيه في رنين ب50، بيبقى عليه عرض. لو جبتيه من العتبة هيقولك ب65. ممكن تجيبيه من مكان تاني يقولك ب100، حسب المكان اللي انت هتشتريه منه. طبعا اللطقم دي عايزة المحافظة، لان بيكون ازازها خفيف شوية، تبقى عايزة المحافظة. طبعا مش الاستعمال على طول، يعني دي كده بتتعمل للدلع او بتتقدم للدلع كده. لكن بقى الهبد والرزع والحاجات دي، الازاز اللي احنا جايبينه التاني ده اللي ممكن تقع منك عادي ما يكسرش منها حاجه لو وقعه خفيفه. الحاجات دي يا جماعه، الطقم اللي في ايدي ده للبارد، للمشروبات البارده مش المشروبات السخنه. طيب تعالوا بينا بقى نشوف الطقم التالت. الطقم التالت ده بقى
يعني شبيه للطقم التاني ده، بس شكله كده عامل زي القلة. يعني اول طقم كان طويل كده وجاي مفتوح من فوق. تاني طقم اللي هو الكورة ده، الطقم ده عامل زي فاهمين انتوا القلة بتاع زمان، ده شكله عامل زيها برضو. بتقدمي فيه برضو اي عصاير فريش، بيكون حلو قوي. كل الحاجات دي يا جماعة عصاير فريش. طب ممكن اقدم فيها يعني مشروبات ساقعة او مشروبات غازية، قدمي فيها، مفيش اي مشكلة. بس هي عايزة الالوان المترقعة، يعني عايزة الوان بقى، فاهمين؟ بس للفريش بيكون احلى طبعا. وفيها الشاليمو كده وبتاع. طيب ده كده برضو السعر بتاعه 100 جنيه. الطقم ده سعره 100 جنيه. نصايح بقى هقولك عليها وانتي بتشتري الازاز. زي ما قلتلك كده، ما تجيبيش حاجة من غير يد. كل المجات، سواء للشاي او للقهوة او للنسكافيه، لازم تجيبيها بمج. المشروبات السخنة دي بتكون صعبة جدا لو حطيتي حاجة فيها وشلتيها كده من جسم الكوباية، فلازم اليد بتاعتها. زمان بقى ما كناش فاهمين الكلام ده، لكن دلوقتي يعني الحاجة بقت غالية، فبنجيب يعني بنحط مبلغ وبنجيب الحاجة اللي بتكون عملية. لو انت لسه ما اشتريتيش، بلاش تشتري الكوبايات اللي من غير يد. الكوبايات العادية اللي بيكون ازازها يعني اسمر او مش صافي والكلام ده كله، بيكون سعرها وما بين ده وما بين ده يعني بسيط. فنصيحة مني، بدل ما تجيبي مثلا 20 طقم كوبايات والاعداد تكون كتيرة، وتحطي بقى تحت السراير وفاهمين انتوا فوق الدولاب والكلام ده، فانا بفضل لا، نجيب الحاجة اللي هنستخدمها على طول. بلاش بقى موضوع تحت السراير والكلام ده، وانك تركني الجهاز، لان كده كده الحاجة غالية، فما تكتريش على نفسك. هي اصلا كتيرة، يعني المبالغ دلوقتي بتطلع مننا كبيرة جدا في حاجات قليلة. يعني انت ممكن تاخدي 10,000 جنيه تروحي تجيبي بقى كرتونتين وتيجي. فبلاش بقى ايه الاعداد الزيادة، ملهاش اي لازمة ولا اي 30 عايزة. فاحنا دلوقتي هنجيب الاعداد المطلوبة: 12 شاي، هتجيبي 12 نسكافيه. طبعا النسكافيه دول ممكن، النسكافيه برضو ممكن تقدمي فيهم شاي شاي بلبن ونسكافيه. يعني مش لازم نسكافيه، لا، انت ممكن تقدمي فيهم برضو شاي. يبقى احنا هنا عندنا 12 و12 24 كوبايه يعتبر للشاي وللنسكافيه. طيب جايبين كمان 6 اللي هو بتاعت 50 الشاي الصغيره، او للقهوه ممكن تستعمليها كده وتستعمليها كده. طبعا الصيني فيه فناجيل قهوه كتير وتقومه الفطار، فانا ما كترتش في القهوه، ولسه هجيب طقم قهوه احطه اللي هو بالستاند، هحطه على الرخامه. فهنا كده العدد بتاعي احنا قلنا 24 كوبايه، وكمان 6 يبقى 30 كوبايه. 30 كوبايه للشاي ولنسكافيه كده، يعني معقول جدا جدا. يعني انا لو زودت كمان 6 عشان يبقى 36، يبقى كويس قوي. انا في طقم كده نفسي اجيبه، فان شاء الله هجيبه عشان يبقى عندي 36 كوبايه للشاي وللنسكافيه. كده كويس جدا جدا. اوعي تجيبي اكتر من كده، لكن ما تروحيش تجيبي 36 طقم. انا بقول 36 كوبايه، لكن ما تزوديش عن كده ابدا، لان مفيش مطبخ مفيش مطبخ هياخد كل الكوبايات دي. لان احنا لسه عندنا كاسات، ولسه عندنا كمان اللي هي الكوبايات اللي هي العصير، اللي هي الشوبات دي، اللي هي كوبايات الميه. برضو مش هزود منها قوي لان بيبقى استعمالها بيكون قليل. هجيب برضو بلانك ماكس وهوريكم ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. يبقى ناقص الكاسات، وناقص الكوبايات اللي هي بتاعه الميه، وناقص الكوبايات برضو القصيره بتاعه الحاجه الساقعه، اللي هو بيبقى طعمه على بعضه 18 قطعه. وكمان انا عندي كرتونه، الكرتونه اللي هي التركي، اللي هي بيكون فيها 6 كاسات و6 الكاس بتاع كاس العصير، و6 كاس الجيلي، و6 كوبايات الميه، و6 كوبايات عارفين انتوا اللي هو الشوب بتاع العصير الفريش اللي هو بيبقى مفتوح من فوق شويه.